وعد إلى حلم حمته في قلبك منذ زمن بعيد. حلم ظننت أنه انتهى، لكنه كان ينتظرك طوال هذا الوقت. أذكر ذلك اليوم وكأن الأمس، عصر بارد في مدينة لين بولاية ماساتشوستس. كنت في 18 من عمري، ممتلئا بالأحلام ومليئا بالأمل. ثم رأيتها غيتارا أبيض معلقا على الجدار، كأنه كان ينتظرني منذ سنوات. وعندما أمسكته بين يدي، شعرت أن حياتي كلها بدأت في تلك اللحظة. خرجت من المتجر، وحلمي بين ذراعي، ومستقبلي في قلبي. لكن الحياة تكتب قصصها الخاصة. هناك فواتير يجب دفعها، ومسؤوليات يجب حملها، وتضحيات لابد منها. وأحيانا نضطر إلى ترك أكثر الأشياء التي نحبها كي نستمر في الحياة. وفي يوم من الأيام عدت إلى نفس المتجر، لكن هذه المرة لم أكن أشتري حلما، بل كنت أودعه. وضعت الغيتار على الطاولة، لكنني تركت معه جزءا من قلبي أيضا. كم شخصا يستمع إلى هذه الأغنية الآن، وفي قلبه حلم مؤجل. كتاب لم يكتبه، أغنية لم يغنها، وحياة لم يعشها بعد. يا غيتاي الأبيض، هل ما زلت تتذكرني؟ ذلك الفتى الذي كان يؤمن أنه سيغير العالم ببضعة أوتار وكثير من الأمل. يا غيتاي الأبيض، لم توقف يوما عن حبك، حتى بعد 40 عاما، وحتى عندما أخذتني الحياة بعيدا، بقيت حيا بداخلي. هنا 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 هناك أحلام تنام، لكنها لا تموت أبدا، تنتظر وتؤمن وتحب. حتى لا أعود إليها. في عام في جامعة، سالم ستي جلس أمام البيانو، بنفس النار المشتعلة قلبي. أردت أن أؤسس فرقة موسيقية، وأكتب الأغاني، وأجعل الناس يشعرون بما أشعر به. اشتريت حتى بيانو كهربائيا، وقضيت ساعات أعزف ألحان التروبيكانا، بينما كانت أحلامي ترقص في خيالي. لكن الأعمال أخذت مكان الموسيقى، والنجاح أخذ مكان الشغف. ومرت السنوات واحدة تلو الأخرى. ظننت أن الوقت قد فات لأي شيء، للبداية من جديد، للحلم من جديد، للعودة للموسيقى. لا عمر للأحلام، ولا تاريخ انتهاء للشغف. عندما يناديك قلبك، فليس هناك وقت متأخر. لكنها 40 سنة. نعم، لكن الحلم أيضا انتظرك 40 سنة. يا غيتاي الأبيض، ها نعود الليل
كرجل فهم نفسه أخيرا، كل المال الذي جمعته وكل النجاحات التي حققتها لم تجعل قلبي ينبض كما فعلت الموسيقى دائما. وإذا تعلمت وترا واحدا، وإذا عزفت أغنية واحدة، وإذا ذكرت شخصا واحدا